السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، مين فينا في أي بيت أو في أي أسرة مصرية ما سمعش عن خرافة إن الطفل لو بينزف خليه ميل دماغه لورا لأن الدم هيتوقف؟ غلط. الخرافة دي للأسف منتشرة جدا جدا، بالذات بين الأمهات المصريين والناس اللي شغالة في المصانع أو الطوب أو بتتعرض للشمس والكلام ده، في معتقده إن مادام الشخص بينزف وميل دماغه لورا الدم هيتوقف. هو الدم ما توقفش، هو الدم بينزل للخلف في زورك وانت عمال تبلعه بينزل في المعدة للأسف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. لما تيجي تعرف ان الوضع الطبيعي ان انا بميل الدماغ لقدام وبضغط عليها جامد بايدي او بمشبك بتاع الغسيل لمدة ربع ساعة، وان اي دم بيتجمع في البق ما ببلعوش بتفه، هو ده الوضع الصحيح والتعامل الصحيح لوقت النزيف. طبعا انت لازم تبقى عندك دراية ان النزيف بتاع الدم ده مش دم فاسد، دي خرافة تانية برضو مرتبطة بالنزيف. في ناس كتيرة جدا تقول لك ده الدم اللي نزل ده دم فاسد، لما وقفت في الشمس بقى دم فاسد. للأسف الدم ده من علامات اللي هي بتدل على أسباب كتيرة. ممكن يكون أسباب بسيطة جدا جدا زي الأسباب الموضعية ان انت تتعرض للحرارة العالية زي الشمس او كده، او حكة الأنف، واحد زي طفل بيحك مناخيره كتير جدا نتيجة حساسية او قشرة في الأنف فبالتالي بيعمل جروح وبتنزف. ممكن يكون ضعف في الشعرات الدموية، ممكن يكون أنيميا، ممكن يكون في طفل حاطط جسم غريب في الأنف، ممكن يكون السبب برضو حاجات زي الالتهابات الشديدة في الأنف والكلام ده كله، ممكن يكون مشاكل في الحاجز الأنفي زي ثقب موجود في الحاجب الأنسي نتيجة عملية أو التهاب مزمن زي الضرن والحاجات دي. ففي أسباب كتيرة جدا تانية زي تخص السيولة في الدم، زي الناس اللي بياخدوا اسبرين، الناس اللي عندهم هيموفيليا، اللي عندهم لوكيميا، الناس اللي بياخدوا اسبرين، الناس اللي بياخدوا ماريفان، كل دي بيعمل مشاكل طبعا والكلام ده. في مشاكل تانية برضو تخص الأنف زي الأورام لا قدر الله، ودي أسباب موجودة في أورام الأنف والأذن والحنجرة. المشاكل برضو اللي هي منتشرة جدا إن عيان يجيله صداع وينزف ويكون مريض ضغط ويجي لدكتور الأنف وأذن. للأسف هو الصداع دايما مع مريض الضغط بيقول ان ضغطه رافع فبالتالي نزف، فده احد الاسباب واشهر الاسباب بالنسبه للنزيف في مرضى الضغط وكده ان ضغطه بيرفع فبينزف. فيا ريت اي مريض بينزف مناخيره ان احنا نقيس له الضغط. يا ريت اي مريض عنده مشكله وبينزف لازم يحط ضغط جامد على مناخيره الجزء الطري من الانف او مشبك غسيل ويميل لقدام لمده 10 ل 15 دقيقه متواصله، الضغطه متواصله عشان الدم يتوقف. لو ما توقفش بالاسعافات الاوليه دي لازم يراجع طوارئ اقرب مستشفى ليه. يا ريت ننسى قصه ان الدم اللي بينزل من الانف دم فاسد وان لما بيميل لورا الدم هيتوقف. ويا ريت لو سمعتوا اي خرافه سواء طبيه من دكتور او في مستشفى او في شارع او في قعده، يا ريت تكتبها في التعليق تحت الفيديو وان شاء الله نرد عليها في الفيديو الجاي. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.